اهلا 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 الحباب ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى الحباب ديالي كاملين تكونوا على خير وبخير وفي اتم الصحه والعافيه يا ربي يا ربي. وتوحشتكم بزاف بزاف بزاف، والله يحفظكم ليا يا ربي. وشكرا على لي ميساج ديالكم انكم كتسولوا فيا. سيرتو هاد المده هادي اللي غبرت بزاف بزاف، الناس كتعيط ليا، ما عرفتش من النمره ديالي منين كتجيبوها، تبارك الله عليكم. كنلقى لي ميساج في واتساب، في هذا لي زابيل كتعيطوا ليا، في الانستغرام لي ميساج، راه ما نعاودش لكم اللهم بارك. وبزاف تاع كيقول يا عزه ديري غير شي اشاره نعرفوها مالكي. ما مالي والو الحباب. وانما يعني هاد 3 شهور هادي غتعرفوا اليوم فين كنت غابره عليكم. ماشي 3 شهور غبرت على اليوتيوب، وانما كنت كنغبر من فتره لفتره، يعني مره 15 يوم، مره 20، مره شهر. سيرتو هاد الغبره الاخرى شهر. ولكن راه ما نعاودش لكم هاد 3 شهور هادي كامله دازت عليا الحباب ديال بصح ماديا ومعنويا. يعني راه ماشي ساهل انك توقفي واحد الحاجه على رجليها، يعني بحال داك الطريبيه اللي عاد كتخلاق وعاده كتعلم ترضع شويه، كتبدا تعلم كتحبو، وعاده كتوقف على رجليها وكتمشى. وراه هكاك كنت انايا بحال هكاك. يعني بديت واحد الحاجه نقطه بنقطه كما تنقولوا حتى كيحمل الواد. وهذا هو الحلال، صعيب ولكن حلو 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 بزاف. رغم العيار، رغم بزاف ديال العكوسات اللي كيجوك في الطريق، ولكن كلشي الحمد لله ربي ملي كيبغي يسر في ساعه واحده، في ساعه واحده. ودائما كنت في فيديوهاتي الاخيرين كنت كنقول لكم ان شاء الله ما بقى قد ما فات وغتعرفوا علاش الحباب. ما كنت كنقول لكم هذه الكلمه، راه ماشي فيا ما نقول لكم شنو كاين وهذا وهذا، راه ماشي زعما باش ما ياخذوهاش بزاف الناس يقولك لا راك خايفه من العين ولا هذا، لا نهائيا. راه اللي مكتبه كتوصلك توصلك. انا كنبغي دائما في حياتي، يعني بصفه عامه، ما كنبغيش نسبق الاحداث ولا نقول غندير واحد الحاجه وانا مازال ما لامساهاش ولا شاداها في يدي ولا موقفاها على الصح. كنبغي حتى نوقف مزيان، عاد الانسان يوقف هكا قدام الكاميرا ويقول، يعني ما ديك الساعه ما عنديش لاش نتعاتب، حيت سبحان الله كل نهار وكتجيك حاجه. انا من النهار اللي بديت هاد 3 شهور هادي كل نهار كتبان حاجه، كل نهار كتعكس حاجه، كل نهار كتكون بعض المرات الامور غاده بسلام حتى كتوقع شي حاجه. كتكوني معوله على واحد الشهر، انا كنت معوله على شهر كاع شهرين الى كثرت. صدقت في 3 شهور، حيت تمشي غير فين مشاك الله، وما تاكلي غير اللي مقسم لك الله. وفيها خير، اي حاجه كتعطل وإن الا فيها خير، هذا هو اللي يقول الانسان. المهم الحباب ما نزيدش نكثر عليكم، كنبغي ندخل في صلب الموضوع نيشان. كما كتشوفوا انا ما كنصورش في الدار، وانما كنصور في هذا المحل هذا اللي كريتو دابا مده ديال 3 شهور. هو اللي كنت خدامه عليه باش ندير فيه المشروع ديالي، اللي هو هذا كيف ما كتشوفوا اواني والديكورات، كل ما كيتعلق بداكشي ديال التاويل. يعني ما هربتش على المحتوى ديالي، ندير شي حاجه اللي كنعرف ليها والناس عرفوني بها. قلت جوج ديال الحوايج، يا اما ندير مطعم صغير على قد جيبي، يا اما ندير شي حاجه اللي كتعلق بالديكور عرفتوني به، شي حاجه ديال الاواني عرفتوني بها، كيعجبكم الذوق ديالي. وداكشي اللي كان فكرت مزيان، قلت احسن حاجه غادي نديرها واللي غتكون يعني سهله عليا اكثر، سيرتو من ناحيه الوراق وهذا. قلت غندير شي حاجه ديال الديكور والاواني وداكشي اللي كان الباب كيف ما كتشوفوا معايا. تبارك الله كاين الخير موجود، ومازال فوق ثاني كاين واحد لاسباس اللي تا هو مناسب ليكم. نتمنى يا ربي اللي يحشمني معاكم، ونتمنى يعجبكم هادشي اللي غادي ندير. والدعوه مفتوحه للحباب كاملين. والافتتاح غادي يكون ان شاء الله نهار السبت 4 فبراير، اللي هو هاد السبت هذا ان شاء الله بحول الله. مرحبا بكم والف مرحبا. حاجه اللي مفرحاني بزاف ماشي الافتتاح وانما شوفتكم، يعني غادي نعنقكم بيديا بجوج وغنتعرف عليكم اكثر. والله القسم الا هذه هي الحاجه اللي مفرحاني. يعني الافتتاح راه غادي يدوز وان شاء الله الايام بيننا. اللي ما قدرش يجي نهار السبت مرحبا به والف مرحبا. الوقت اللي بغى يجي عند اختو عزيزه مرحبا، انا دائما كاينه هنايا ان شاء الله بحول الله. غنخليكم مع مقتطفات كيفاش كان المحل وكيفاش رجع، يعني المعاناه اللي دزت منها، الحويجات اللي درتهم بيديا اللي قدرت نوفر بهم باش نشريهم سلعه راني يعني وفرتهم. نتمنى لكم بدايه تدعيو معايا بالتيسير وبالرزق ليا وليكم وجميع امه سيدنا محمد، واللي في امنيته شي حاجه الله يوصلها ليه يا ربي يا ربي.
ودابا عاد غنبداو في الصح. نتوما غتشوفوا معايا المحل اللي كريتو كيفاش كان والحمد لله كيفاش ولا من بعد. الصراحه كانت بمشقه باش كملتو. صعيب، راه مده كيف ما قلت لكم ديال 3 شهور، ما ساهلاش. كل نهار بنهارو، كل نهار كتخرج حاجه في شي شكل. نتوما كتشوفوا معايا الفوق ديالو يعني كان مكرفص، حيت مده ديال 6 سنين هذا المحل ما تكراش. يعني عاده خالتي حبيبه الحبيبه اللي كنوجه لها تحيه كبيره وكبيره بزاف، هي مولات الدار اللي كريت من عندها المحل. الحمد لله ربي طيحني في مرا قلبها طيب بزاف، ووقفات معايا في شحال من موقف. الله يحفظها والله يكثر خيرها والله يسهل عليها يا ربي، وقف لها مع وليداتها كيف ما وقفات معايا. اول حاجه بديت بها الحباب هي حيدت الدروج ودوزت البرونشمون على حساب الطواليت. اعزكم الله، ولا بد خصها تكون في لوكال. السقف كيف ما شفتوه يعني كان حالته. هادو هما الدروج اللي درتهم، يعني درتهم شويه عراض، درت فيهم 70، حيت الا درت اكثر من 70 تاني غناكل من الميتراج ديال لوكال. داكشي علاش درت فيهم غير 70 وطلع فيهم مريحه والهبطه هكاك. يعني درتهم بهذا الشكل هذا. والتحت ديالهم ان شاء الله نتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي نستغلوا باش غنقدر ندير طواليت في المحل. كيف ما قلت لكم قبل راها مهمه، ولو عندي ليسباس صغير ضروري كان عليا خصني ندير فيه مرحاض. ولكن نتوما غتشوفوها معايا كيفاش درت ليها. يعني الشكل ديالها جا مزيان، زعما ماشي زعما خايب ولا هذا. نتوما اللي غادي تحكموا من بعد. صافي هنا الحباب من بعد 3 ايام خرج من عندي القباص، جيت باش نحيد هذا البابي با. وراكم عارفين الطريقه اللي كنحيدو بها البابي با، دائما كنشاركها معكم. دائما واحد الزويف ديري فيه الماء، صافي كتفزقيه مزيان وتدوزي على الحيط صافي، وكيبدا يتحيد معك بسهوله. لا صباغه كتقشر لا حتى شي حاجه. يعني ما تخافوش من البابي با بالنسبه للناس اللي طلع لهم في راسهم وبغاو يحيدوه. المهم راه صباغتك غتبقى مزيانه. الا كانت شي حفره في الحيط راه غادا تلقايها، زعما ماشي دارها لك البابي با ولا شي حاجه. هادي غير التوضيح. وهناك بدات كما كتشوفوا معايا الحيط صافي كنت حيدت ليه البابي بان كامل انا والزوج ديالي باش ما ننساهش. كنبغي نقول ليه شكرا لك بزاف على الوقفه ديالك معايا، لا يخطيك عليا ولا يخطي عليكم نتوما الازواج ديالكم يا ربي. صافي هنا دزنا لمرحله اخرى اللي هي الحباب اصعب مرحله دازت عليا، وهو حكان هاد الدروج هادو ديال الحديد. ماشي ساهل، راكم عارفين ضروري الدروج يعني ديال الحديد خاصهم ضروري يتحكوا. ودار لهم واحد الصباغه على حساب باش ما يكونش فيهم هذا البروده من بعد، يعني ما يصديوش. هادشي اللي قالوا لي. وخاصك دوزي عليهم واحد الصباغه في الاحمر، هذيك هي ديال البروده. وعاده كتصبغيهم بالصباغه اللي كتبقى ديفينيتيفمون. هذا هو اللي كاين. دوزوها عليا، مشيت من طحطحه عرفتوا، بدينا في الصباح ما خرجنا حتى الليل. يعني حيدنا البابي بان وراك شوني، يعني في هذا في نهار واحد درنا هذا الشيء هذا. بالنسبه للحباب اللي غيقولوا لي مالك اختي على حالتك جيبي معلم هو اللي يدير، نتوما الحباب ماشي شي وحده اخرين. وانتوما عارفين فيا غير الصراحه باش ما نكذبش عليكم، فيا ما نجيب واحد وجوج. ولكن قد ما قدرت نوفر فلوس باش غادي نكمل الاصلاح ونجيب بيه سلعه، كل ما كنخدم بيديا. باش نجيكم للصراحه، حيت هذا المشروع يعني درته بمشقه، تعبت يعني 3 سنين وانا خدامه في يوتيوب. وباش نجيكم الصراحه يعني يوتيوب ماشي هو اللي دار ليا المشروع، وانما كان فضلوا عليا واحد شويه انني كنت كنتقاضى واحد الاجر بحكم ان المحتوى اللي كيكون يعني مع هادف وهذا راه ما كيلقاش واحد الصدى اللي هو كيشدوا منه دوك الملايين. وانما كانت كتجيني واحد الشهريه اللي هي زوينه الحمد لله. كنت داخله في قرعه ديال واحد المبلغ اللي حتى هو زعما ماشي ساهل. وبقيت مده ديال عامين وانا في هذيك القرعه. ملي خديت الفلوس يعني اللي هما يعني صحاح، عاده قلت دابا عاده غادي نتوكل على الله وغادي نبدا. وما نساش حتى الزوج ديالي حتى هو عاونني، حتى هو تبارك الله بخدمته مزيانه، يعني حتى هو عاونني وقدرت باش ندير هذا المشروع هذا. باش ما نكذبش عليكم يعني راه ماشي يوتيوب هو اللي كيدير هاد المشاريع، وهذا يدير المشاريع الناس اللي كيديروا داك المحتوى اللي راكم عارفينه التافه والصداع والغوات. كونوا على يقين غيديروا منه ماشي غير مشاريع، ولكن اللي انسان غادي بهدايه الله وغادي بلا شوها بلا صداع يخرج للزنقه يحترموا الناس ويحترم الناس، هذاك راه المسكين ليه الله والحمد لله عليها. كيف ما كتشوفوا صوبنا الارضيه بالجيرفليكس، كان هذاك هو الحل الوحيد ديالها. هنا كنت لصقت التريات صافي البلافون حتى هو صافي كمل. هنا كانوا بقاو ليا دي غوتوش ما داروش ليا الصباغ مزيان، حتى داك الحيط كامل اللي على الدروج كله عاودته لراسي. ما نعاودش لكم يديا كيفاش ولا ووجهي كيفاش ولا.
ولكن معليش المهم ملي كتشوفي النتيجه قدام عينك، كل حاجه شدات بلاصتها، التكرفيس كامل اللي تكرفستيه والتعب كامل اللي تعبتيه ما كيبقى سبحان الله في البال. الحمد لله. بغيت نشكر بزاف السيد اللي صاوب ليا الالومنيوم. شنقول لكم، هذا السيد هذا والله ما بقاو في حالو الناس، قلالو بزاف، الله يرحم ليه الوالدين. انا واخا عطيتو فلوس كنقول ليه الله يرحم لك الوالدين اكثر من هذوك الفلوس اللي خداهم، حيت الرحمه ديال الوالدين هي اللي غادي يلقاها. الله يجعلها ليه في ميزان حسناته، كل حاجه دارها معايا وما غشنيش فيها. الله يرحم لي الوالدين. وهذا السيد دائما غنبقى نتعامل معاه، لا في داري ولا في اي حاجه يعني درتها ان شاء الله من القدام غنبقى نتعامل معاه، حيت الصراحه خدمته نقيه بزاف. واخا ما كنتش معانا، كنت في تركيا وهو خدام الخدمه ديالو وما غشني حتى شي حاجه. قلت لكم قلال الناس بحالو. وهنا جات اختي السميه ديال المحل ديالي اللي هي نفس السميه ديال القناه زا شانيل، زادت عليها غير شوب. الحمد لله تقاتلت على هاد السميه باش نفرض الوجود ديالي في يوتيوب ونبان للناس، وتقاتلت عليها حتى دابا باش نعلقها في المحل ديالي. يعني خلصت عليها فلوس، وباش تبقى بسميتي ما يديها ليا حتى شي واحد، وما عند حق حتى شي واحد باش يديرها ينسبها لي للمحل ديالو ولا للشركه ديالو، يعني تبقى بسميتي. هنا الحباب كيف ما شفتوا كنوريكم العنوان ديال المحل باش اللي بغى يجي نهار السبت مرحبا بيه والف مرحبا. بالنسبه للعنوان كيف ما شفتوا معايا وانا كنت كنهضر، خليت لوطوروس من مورايا اللي على الخرجه ديال لويزيا. كاين هذا التقاطع هذا في اليمين ديالي، خليت شارع محمد السادس اللي هو اللي عليه مرجان. غادي نمشيو حنايا نيشان مع هذا الشارع هذا اللي هو سميتو شارع سبته، غادي نبقاو هابطين معاه نيشان. غادي نفوتو تاني واحد الرون بوين هي غادي تبان لكم دابا، حتى هي غنفوتوها وغنبقاو غادي نيشان حتى نوصلوا المدرسه ديال القرويين. ها هي غادي تبان لكم دابا، انا غادا معاكم باش تعرفوا بالضبط فين بلاصه. ها هي مدرسه القرويين هي هذه. وكاين هنايا كلينيك اونفا اللي كنشير ليه بالاسبوع ديالي. وهنا غادي ندوروا على التجاري وفا بنك، غنمشيو مع هذا الشارع نيشان. المحل باين يعني ما مغطيه حتى شي حاجه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا المحل تيبان من هنا، اللي هو هذا الكحل هذا اللي كنشير ليه بالاسبوع ديالي. راه باقي البانو عليه داك الاديزيف، قلت نقرب وعاد غادا نحيد ليه الاديزيف ديالو. صافي كدوروا من هنايا وها هو المحل. مرحبا بكم والف مرحبا، تشرفوني وتنوروني. بالنسبه للي ما فهمش النعت مزيان غنخلي لكم لوكاليزاسيون في صندوق الوصف، هي ولا باج ديالي جديده اللي غتكون فيها جميع لي زارتيكل اللي غيتباعوا في المحل. وان شاء الله ابتداء من واحد جوج ديال الاسابيع غادي ندير لا ليفريزون لجميع المملكه المغربيه ان شاء الله بحول الله، ولا يحشمنا في الاول وفي التالي. خليت لكم الراحه الحباب مع فيديو جديد، مع السلامه.